السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة آية ويسير. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. وصفة اليوم إن شاء الله غادي هذا الجزء الأول ديالها. غادي نقدم لكم حريرة خفيفة. إلا كانت هذه أول زيارة لكم القناة، اشتركوا وضغطوا على زر الاشتراك وضغطوا على زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. على بركة الله نبدأ بطريقة التحضير. في إناء كنوضع فيها الزيت النباتية وقليل من الفلفل الأحمر والكركم والزنجبيل والفلفل الأسود والبقدونس مفروم وعصير ديال الطماطم اللي عصرته في كأس الخلاط الكهربائي هو والبصلة. ثم كنضيف عليهم كأس ديال العدس وضفت عليهم إطر ونص ديال الماء وكنخليهم حتى كيغليو مزيان مدة ربع ساعة. ثم كنضيف عليهم كأس ديال الرز. من بعد ما طاب العدس والرز كنضيف عليهم ملعقة مذابة في الماء ديال الطماطم المركزة. ثم كنضيف عليهم نصف كأس ديال الشعرية وكنضيف عليهم الماء مغلي، لتر ديال الماء مغلي، والخليط ديال الدقيق، تقريبا كأس ديال الدقيق ذوبناه في الماء وكنخلي العناصر كامله حتى كندمج مع بعضها وكطيب. ثم كنضيف عليها الملح وكنخليو العناصر كامله حتى كطيب مزيان مع التحريك. ثم كنضيف عليها القليل من زيت الزيتون. وفاش كطيب العناصر كامله وكتندمج الحريره ديالتنا، كنوضع عليها بيضه كنحركها واحد شويه. ثم كنخليها مده 10 دقائق حتى كنحسوا بان العناصر ديالنا كامله اندمجات وطابو. كنقدموها بالصحه والعافيه. بالنسبه للرغايف اللي معمرين غادي تلقاو الرابط ديالهم تحت في اسفل الفيديو. وشكرا لكم للتتبع ديالكم. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. الى عجبكم الفيديو بارطاجيه مع الاصدقاء ديالكم وما تنساوش توضعوا لي لايك. شكرا ومع السلامه.